ناخذ بهاء الدين عبد الرزاق، ناشط اعلامي من مدينه ادلب. بهاء الدين مساء الخير سيدي. اخ بهاء الدين تسمعني؟ نعم اسمعك جيدا. تفضل. اطلعنا اخي بهاء الدين على اخر المستجدات الميدانيه عندكم في مدينه ادلب، الهواء لك، تفضل سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. الرحمة للشهداء الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا ومعتقلينا إن شاء الله. نعم. سيدي الكريم، تعاني مدينة سرمين منذ أكثر من 4 أشهر من قصف عشوائي من رجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة من معسكر معمل القرميد ومن حاجز الأمن العسكري بإدلب. نعم. ومعسكر الشبيبة في النيرب. نعم. كما تشهد مدينة انقطاع كامل للتيار الكهربائي وانقطاع لكافة وسائل الحياة الضرورية كالخبز والمازوت والكهرباء والبنزين وغيرهم. مع موجة غلاء الأسعار الشديدة بالمواد الغذائية، وهذا إن وجدت، وهذا هو حال معظم أو جميع الريف الإدلبي. كما قامت عصابات الأسد كعادتها بقصف عديد من المناطق الريف الإدلبي كفر روما وكفر رمبيل وحيش وأحسم في جبل الزاوية ومعار زيتة والدير الشرقي ومعارة النعمان وسراقب وسرمين وبنش وتفتناز. نعم. وأدى هذا القصف إلى أكثر من 20 شهيد و7 أطفال وسيدة اليوم. نعم. وهم فرج الحمد وحميد الحمد من طلافح بريف سراقب، وهم يقطنون في مدينة سراقب. و5 شهداء في إحسم. هذه المجزرة وصلنا منها 3 أسماء، وهم منيب الكروم وعبدو الكروم والطفل نادر منيب الكروم. نعم. ويوجد لدينا عندنا أحمد حسين القاسم من حيش. نعم. وأحمد محمد معمر الدقس من البارة. ويوجد لدينا 7 شهداء من بلدة مرعيان لم يصلنا اسمائهم حتى اللحظة. وهم من مدينة سراقب من آل الفتوح. هم من مدينة معارة النعمان نزحوا إلى بلدة مرعيان. شكرا. شكرا بهاء الدين عبد الرزاق، كنت متحدثا إلينا من مدينة إدلب. نكتفي معك بهذا القدر سيدي